عايزة أقولك إنك لو فاكرة إن اهتمامك بجوزك زي ابنك هيخليه يعشقك، فأنتي بتبني طريق نهايته الإهمال. ليه الراجل بيميل للحبيبة وبيهرب من الست الأم؟ أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أكبر غلطة بتعملها الست الطيبة، الست اللي فاكرة إن الطريق لقلب الراجل هو إنها تكون أمه التانية. لما بتتحولي لدادة بتراقب أكل وشرب ولبس ومواعيد جوزها، انتي بتقتلي اللهفة وبتمسحي صورة الحبيبة من عينه بدم بارد. ليه كل ما بتهتمي أكتر هو بيبعد أكتر؟ وليه العطاء المفرط ده هو اللي بيخليه يدور بره على واحدة تانية تحسسه إنه راجل مش طفل؟ كملي معايا الفيديو ده للآخر. النهاردة هنعرفك إزاي تبقي حبيبة مش بتلعبي دور الأم. في شعرة رفيعة بين الرعاية وبين الأمومة. الرعاية إنك تسندي شريكك، لكن الأمومة إنك تلغي شخصيته وتفكري له في كل صغيرة وكبيرة. لبست الشراب أنهي، خدت الدواء، كلت كويس. الجمل دي في ودن الراجل هي قيود مش حب. انت كده بتلغي كاريزما الأنثى وبتتحولي في نظره لواجب اجتماعي لازم يعمله، مش متعة وحاجة كويسة بيجري عليها. انت لما بتعملي كل حاجة ليه، انت كده بتعملي راجل اتكالي. الراجل ده بيبطل يشيل مسؤولية البيت، بيبطل يفكر فيكي كحبيبة محتاجة حماية، لأنه شايفك الصدر الحنين اللي بيشيل الهم كله لوحده. انت اللي صنعت الطفل ده بإيدك، وفي الآخر انت اللي بتشتكي وتقولي أنا شايلة كل حاجة لوحدي. لازم تعرفي إن طبيعة الراجل بيحب المطاردة وبيحب يحس بذكائه وقوته. لما بتعيشيه دور الطفل بيبدأ يتخنق نفسيا. الهروب هنا مش خيانة بالضرورة، هو هروب من سلطة الأم اللي انت فرضتيها عليه. هو محتاج يحس إنه بطل ومعاكي هو مجرد تلميذ بيسمع التعليمات. لو جينا نتكلم بقى عن ضياع الأنوثة، الأنوثة يعني دلال، يعني غموض، يعني حد محتاج يتحب ويتراعى. لما انت تكوني المصدر الدايم للرعاية، امتى هو هيقوم بدوره؟ ازاي هيشوف جمالك وانت طول الوقت شايلة هم مواعيده وهدومه؟ مريالة المطبخ اللي لابساها والزن المستمر هما اللي بيقتلوا الجاذبية. استردي أنوثتك بإنك تسيبيله مساحة يكون فيها راجل. انت بيحصل لك احتراق نفسي وبتحسي بزهق وبتنطفي، لأن دور الأم مرهق جدا وبيستنزف من طاقتك. انت بتدي حب غير مشروط وتضحية ومنتظرة مقابل، والمقابل ما بيجيش لأن الراجل شايف إن ده طبيعي. بتلعبي دور الأم وده واجبها. هنا بيبدأ الانهيار النفسي لأنك فرغتي طاقتك في الشخص الغلط وبالأسلوب الغلط، وبيحصل بقى إن التقدير بيبقى مفقود. انت مستنية منه كلمة شكرا مش هيقولها. ليه؟ لأن انت بقيتي مضمونة جدا ومتاحة. التقدير بيجي للشخص اللي ليه حدود، اللي عطاؤه بحساب، اللي بيعرف يقول لأ دي مسؤوليتك انت. لما بتوقفي دور الأم هيبدأ يحس بقيمتك فعلا لما يتعب في غياب خدماتك. طيب عايزين روشتة عشان ترجعي بقى تغيري اللي انت عملتيه ده. أول خطوة، وقفي الأسئلة الروتينية للأمهات. سيبيه يغلط، سيبيه ينسى ميعاد أو يلبس لبس مش لايق، مش قضيتك. انشغلي بنفسك، بجمالك، بهواياتك. خليه هو اللي يدور عليكي ويسألك أنا هعمل إيه. لما يسأل ردي بدلع أنت سيد العارفين، أكيد هتعرف تتصرف. كده أنت بترجعي له كرامة الرجولة. ولازم بقى يبقى فيه فن المسافة الجذابة. يعني إيه؟ الرعاية الذكية هي إنك تكوني سكن لما يقع، مش عكاز بيمشي عليه طول الوقت. خليك انت الصدر الحنين في الأزمات الكبيرة، بس في التفاصيل اليومية خليك الأنثى اللي محتاجة هو اللي يسألها عملتي إيه في يومك. في النهاية عايزة أقولك إن الزوجة الأم ده فخ نفسي كبير جدا، ومع إنه بيبدأ بنية طيبة وحب، إلا إنه في أغلب الأوقات بينتهي نهاية حزينة للست وللعلاقة. لما بتهتمي بزوجك اهتمام الأم، أكلتي إيه، لبستي إيه، خدت الدواء، غسلت وشك، انت بالتدريج بتفقدي كاريزما الأنثى والحبيبة في عينه وبتتحولي لشخص مسؤول عن طلباته فقط. الراجل بيحب الرعاية بس بيميل للهروب من الرقابة والخناق اللي بتعمله الأمهات. انت بتقتلي رجولته لما بتعملي له كل حاجة وتفكري له في كل حاجة. انت بتخليه يتكل عليكي تماما ويتحول لطفل كبير. ده بيخليه يفقد القدرة على تحمل المسؤولية تجاهك، لأن الأم دايما هي اللي بتشيل، وهو اتعود إنك الصدر الحنين اللي مش بيطلب حاجة وما بيشتكيش. وفي النهاية انت بيحصل لك احتراق نفسي. ده السبب انك حاسة بالزهق والانطفاء. دور الأم مرهق جدا لأنه عطاء من طرف واحد بدون انتظار مقابل. الست اللي بتلعب دور الأم بتنسى نفسها وبتنسى حقوقها، وفي الآخر لما بتتعبي وتطلبي منه يسندك بيفشل لأنه مش متعود إنه يشيلك.
هو متعود إنه يعتمد عليكي. الراجل دايما بيتشد للست اللي ليها عالمها الخاص، اللي فيها غموض، اللي مش دايما متاحة لخدمته. اهتمام الأم بيخليكي كتاب مفتوح ومضمون، وده بيطفي نار الشوق واللهفة في العلاقة. الست الذكية هي اللي تكون سكن وحضن وقت اللزوم، بس تفضل دايما هي الأنثى اللي محتاجة رعاية واهتمام منه، مش العكس. ما تسحبوش منه دور الراجل المسؤول بإنكم تعملوا أدواركم وأدواره كمان. في النهاية انت أغلى من إنك تكوني مجرد مقدمة خدمات. انت من حقك تعيشي، تتحبي وتدلعي وتكوني ملكة في بيتك. بطلي دور الأمومة الزوجية واستردي الحبيبة المنورة. قولولي في التعليقات، هل وقعتي في الفخ ده قبل كده؟ وإيه أول حاجة هتبطلي تعمليها من النهاردة عشان ترجعي أنثى في عين نفسك وعين شريكك؟ أنا سيلا، وده بيتك التاني. نورتوني. شكراً.